يسعد لي صباحه. يخلي لي الخجول انا. تعال يا بابا. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. صباح التنظيم والديكوريشن والفوتبول. هلكتينا بهالزرعه هاي. خلص خديها معك لفوق حبيبتي، خديها معك لفوق. خليها قدامي انا. لا اسهل عليها. حطيها على التخت ولفيها ونامي. اي والله فكرة حلوة. بدالك انت خليك تنام بالغرفة الثانية. ماسكه فوتبول وقصص وحركات. بشوفك هيك فكرك لاعبة كرة قدم محترفة. مع انا ما خصني. مو ما خصك، ما بتعرف تمسك الطابة، شلون مسكتيها هلا ما بعرف، مستغرب انا. شو بك؟ فرجيني. لا بدك طولي بالك. ميرا تعي لهون. صايرة ميرا كثير عم تخجل من التصوير. تعي بابا جيتك. يا جماعه في ابديت جديد، ما عملنا لكم ابديت شو عملنا بالحديقه، في تغييرات جديده بالحديقه صايره ما حكينا لكم اياها. هلا رح اطلعكم لبرا ونفرجيكم شو شهد ساوت بالحديقه. عملت قصص جديده بالحديقه. الله وحياه الله انت لازم كنتي تدرسي مهندسه ديكور. مرحبا عائلة سمندوشات، كيفكم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. بعرف نحن صرنا فترة كتير طويلة مختفيين عنكم، بس لو تعرفوا الاسباب، اسباب هي تافهة بنفس الوقت مو تافهة، خطيرة بنفس الوقت مو خطيرة. اوكي، اول شيء حابين نقول لكم شكرا كثير على 8 مليون مشترك عنا بالقناة. واخيرا قناتها وصلنا هالرقم. كان بصراحة كنت عم بستنى هاي اللحظة من زمان، اخيرا صارت هلا. فهلا حاليا عائلتنا شو صارت اكبر، صار عنا 8 ملايين فرد من عائلتنا. شكرا كثير لكم بصراحة، انتم دعمتونا بكل الاوقات، يعني لولاكم نحن كنا ما وصلنا لهي المرحلة اللي نحن فيها. اوكي خلينا هلا نحكي لكم المهم، شو صاير معنا، ليش نحن مختفيين عنكم. اوكي بصراحة نحن اختفينا، يعني مو بايدنا، مو مزاجنا. صارت كم شغلة، حاج مزاح، صارت كم شغلة هيك انه بالقناة مشاكل، ما قدرنا ننزلكم فيديوهات مثل قبل. هلا واخيرا انحلت المشاكل، بس يعني مو انحلت 100%، ممكن يعني انحلت تقريبا 50%. صار مشكله عنا بالقناه باليوتيوب وكنت عم بحلها وضلت فتره كثير طويله وقصص ومواضيع وخربضه ما رح ندوخكم فيها، لاني انا دخت انا مالي فهمان ليش، شو السبب، شو صار، ليش هيك صار ما بعرف. بتعرفوا يا جماعه شو كان رح يصير؟ كمان شوي قناتنا كانت رح تنحذف، يعني كنا نحن عايشين على اعصابنا انا وشهد. وكنت انا اكثر شيء انه هيك او ماي جاد لازم هلا نرجع على قناتنا، لازم نرجع ننزل، لازم ان يشتاقوا لنا الناس، يعني عم يسالوا علينا، انا هاد كان كل همي. فهي هي وحده من الشغلات كمان اللي خلتنا نحن ما ننزل الفتره، كنا ملتهين كثير بالقصه، بس الحمد لله تقريبا المشكله انحلت 50% فينا نقول. المهم حاليا تقريبا انحلت المشكله، فقررنا نحن نصور لكم فيديو، لاني بعرف انتم اشتقتوا لنا كثير، وكثير عالم عم بيكتبوا لنا على الانستغرام حتى على فيديوهاتنا القديمه انه وينكم، ليش مختفيين. عن جد صرنا كثير مختفيين عنهم، عن جد اشتقت لهم، حاسه حالي غريبه انا ماسك الكاميرا. بجد فعلا كلام شهد مزبوط، انا ماسك الكاميرا حاسس حالي كثير غريب، انه مين انا؟ ليش؟ شو عم بساوي؟ بس يترك شغله انه لا خلص بينساها. بصراحه شكرا كثير لكم، شكرا لكل انسان، كل شخص، كل فرد من عائلتنا عم بيسال عنا وعم بيطمن علينا وعم بيسالنا شو صاير معكم وليش ما عم تنزلوا فيديوهات. اوكي حاليا اليوم في اخبار ثانيه حلوه، ابديت، يعني في صارت كثير امور، انتم كنتوا مو معنا، يعني ميرا كبرت، يعني هلا حتى ميرا خطبت، ادم يعني صار كثير تطورات عند ادم. هلا بدكم شو، ادم صار عنده حبيبه كمان وراح نخطب له. انا صرت 40 سنه. ما اشتقتوا لها العسل؟ شوفوها، الله يخلي لي جماله. انا بدك تصوري؟ بدها الكاميرا. يلا خذي يا عمي، خليها تجرب تقول هاي. يلا ميرا سي هاي. اوكي خلينا نبلش معهم باول ابديت من برا. اوكي يس، بعدين بالتدريج رح نجيكم مشان ما تنصدموا، يعني مشان ما يصير لكم شيء، يعني مشان اعصابكم. هلا حسستني انه خلاص تحولت حياتنا 180 درجه. ما صار. اول ابديت، اول شيء المسبح هون، حطينا رمل، عبينا الدنيا رمل، خربنا الدنيا، صرنا انا وشهد شو
وميرا عايشين هون بالمسبح هذا، لأن ميرا المسبح المفروض نحط فيه مي بس نحن حطينا لنا. اوكي خلينا بالمهم، بلشي لهم بالاشياء اللي عملتيها بالحديقه بالديكوريشن. هذا عملنا كم هيك. هلا هذا انت حاسبتيه ضمن الديكوريشن ولا شو؟ ما فهمت يعني عليك. انه هيك جبنا شيء جديد. هاي المنطقة كانت فارغة طبعا، فحبيت انه اجيب شيء هيك انه يملي المنطقة هي هيك خضار. شايفين هاي اللي بيحطوها على البرندة؟ جبنا منهم حطيناهم هون. هيك مثل زرعات، على فكرة هدول فيك يعني عشان ما تفكرون حقيقيين. نحن انا وسيامن ما بيناسبنا الزرع الحقيقي. لا هو هون المنطقه هاي ما بيناسبنا الزرع الحقيقي، بده اعتناء كثير كثير، يعني انت بدك تقعدي جنبهم ماسكه شو؟ خرطوم المي. شيء ثاني حطينا الزرعة اللي كانت موجودة بالصالون. تذكروا هي الزرعه يا جماعه اللي كنت بحبها كثير 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 كثير، اكثر شيء كنت بحبه بالبيت. شو عملت فيه؟ طلعته برا البيت. حطيت شيء احلى. حطيت بداله زرعه ثانيه. كنت عم بعده الصبح اول شيء هذا هو اللي حطيته، وكمان حطينا هدول الزرعات اللي هون بس على اكبر وعلى برندة المطبخ. بس شوفوا الشكل كله اختلف. وكمان ناتلون. واو، يعني هلا انا لما بدخل من هون لجوا اوكي اول شيء بصادفه هذا المنظر الموجود هون. كمان غيرنا اللمبات اللي هون، شوفوا حطينا هيك شيء كثير، هذا عامل جو كثير حلو بالليل، هيك لونه اصفر كثير هيك اجواء. وكمان في واحد هون فوق فغيرناهم لان كانوا اللي هون كانوا كثير بشعين، كانوا هيك شوي ميتين ومقتين وبكاءوا صح؟ على فكره يا جماعه زي ما لكم شايفين ادم ولسه ما صورت لكم اياه، ادم لهلا نايم اوكي، عم نستناه للاغا يفيق من النوم حتى نصور لكم اياه. لو تشوفوا ادم صاير عسل بطريقه مو طبيعيه. امبارح حلقنا شعره مرة ثانية، انتم اكيد شفتوه اول مرة لما حلقنا له، بس هي المرة الثانية عم نحلق له شعره، هي الفترة اللي كنا غايبين عنكم فيها. طول صار رجل الكهف. لا طفل الكهف، عن جد طفل الكهف صار، يعني من هون بتعرفوا قد ايه صرنا غايبين عنكم، لحق طول شعر ادم وحلقنا له مرة ثانية. اوكي في اشياء كثيرة بتخص ادم، في ابديتات كثيرة بتخص ادم، هلا اذا بتشوفوه اول ما ينزل اذا بتشوفوه بتنصدموا، فيديو كل اليوم عن ادم وشو ادم مو موجود وما راح يجي. هي دليل انه شو انه شغلته كبير، انه مو كيف ما كان بيطلع. خليني شو الابديت اللي صار، ادم صار يركض. يمشي صار يركض وصار يحكي وشو كمان، وهلا سجلنا سنه اولى جامعه طب. لا عن جد صار انه مو عم يمشي هيك مثل البيبيات، صار يمشي يعني يمشي سريع، هذا قصدي. يسعد لي صباحو. شوفوا هاي ادم صار زمان ما شفتوه، صار رجال وعنده خطيبه وبعد فتره رح نزوجه. ليش يا بابا بتعملي هالحركات؟ تعرف ليش؟ اعطينا اتنشن هون، الاتنشن راح. ادم شوفوا هي حلاقته حلوه، امبارحه كنت عم بقول لشات حلاقته هي ما حلوه، القبله احلى، بس بعد الحمام الله خجلان. صباحو يا بابا، قل لهم مرحبا، هاي. مالكم حاسين على ادم؟ شو بيعمل لما بياخذ التليفون منه؟ بياخذ التليفون اشرحي له. انه على اساس عم بيصور حاله شلون نحن بيشوفنا. لما بشوفنا نحن مصور ستوريات فهو بيعمل نفس الشيء. اوكي يا جماعه هلا رح نفرجيكم كيف ادم صاير عم بيمشي، عم يركض ما شاء الله. عم يركض ما شاء الله. على فكره بتعرفوا شو؟ ادم بلش يمشي بعمر ال10 اشهر. اميره قبل 10 اشهر. 10 اشهر صار يمشي خلاص يعني. انا بالارقام فاشل كثير، ما بعرف كثير ضعيفه. هلا هو عمره 11 شهر واسبوع تقريبا، فصار له الشهر عم يمشي. يعني تقريبا وقت ما نحن مختفيين عنكم ادم صار عم يمشي. اذا بتتذكروا انتم ميرا كثير عذبتنا وكثير كنا نحن عم نفكر فيها انه ما عم تمشي وتاخرت بس ادم ابدا فجاه بيوم وليله صار يمشي. واذا بتتذكروا زحف وعمره 5 اشهر، ما بعرف هذا الطفل حاسه معجزه. على 10 طالع على ابوه. طالع على ابوه. لابوه اكيد. ميرا لانه تاخرت طالع عليكي. وشو كمان اي شيء منيح عليه طالع، اي شيء سيء علي. سبحان الله طالع ذكي. بيزحف بسرعه وبيمشي كله لابوه. طيب ماشي خلاص. من هون بتعرفوا انه تطور البيبيات بيكون هيك كثير مختلف، يعني بيبي عن الثاني بيكون مختلف، يعني في ناس اسرع من ناس. في بيبيات اسرع من بيبيات، مو ناس. بيبيات اسرع من بيبيات. بلشنا نخربط. ليش حاطه اخوكي هون؟ تفرجيهم انت كيف صاير. فرجيهم مهاراتك يا بابا. يلا تعال. يلا تعال عند بابا. تعال يا ادم.
روح. لا 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 عم يمشي من ورا من كثر خلص حافظ المشي لقدام صار يمشي ورا. بصراحة هاي الطاولة مشكلة. يي عم ترقد. خليه يجي لعندي، خليه يجي لعندي. يلا آدم. عم يركض. طلع هي عم تعمل حق. بابا انت بتمشي. بابا انت بتمشي. والله اوريدي بتمشي انت يا عمري. يلا روحي لعند ماما. شوف اخذ السلايم تبعه. ردة فعلها شوفوا. شو عمل؟ تعال. لا نو. وهذا شو بيعمل لما بياخذ اشياء ميرا؟ بتضحك هيك بطريقه خبيثه انه اخذت لك اياها. يلا ادم. يلا ادم. يلا. شاهد راحت على المطبخ تجيب لها شيء لميرا حتى نلهيها لاني ما عم تتركنا. شافتنا نحن عم نضحك مع ادم وفرحانين فيه لاني عم يمشي صارت تعمل مثله. شو يا بابا خلص بطلت تعتقنا. الغيرة شو بتعمل؟ عم يركض. تعال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف هون شو عم بيصير. اوكي ميرا يلا اجا دور ميرا. يلا اجا دور ميرا. يلا بيبي اجا دور ميرا. يلا ميرا تعي 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 تعي. برافو. ما شاء الله ما شاء الله. عصب خلاص عطيه حرام عطيه. يلا يا بابا خلص. يلا اوكي. بتعرفوا شو هواية آدم يا جماعة؟ هواية آدم بيروح على الخزانة اللي عاملين هي الخزانة المراية، بطالع المكنسة وبلعب فيها، ما بعرف ليش، شو الشيء الحلو بالمكنسة ما بعرف، المكنسة دائما موجودة بالصالون وين؟ على هي الطاولة. أكبر غلط عملناه نحن بهذا البيت إنه أخذنا مطبخ هيك على الصالون، يعني دائما قاعدين بالمطبخ. يا بابا شو جاب البشاكير على الارض؟ شاهد قاعده شو عم تتفاهم مع ميرا انه مشان ما تدفش اخوها. لان هي مو فهمانه انه ممكن يوقع هي انه هي برايها انه انا عم بلعب معه. شايفين هي اللي حاطينها نحن هون هذا حاجز مشان ادم ما يطلع لفوق، ميرا ما تطلع لفوق، على فكره حاطينه على الفاضي. احكي لهم شو بيصير. عم يطلع هون. احكي لهم شو بيصير. شوفوا بيطلع درجه درجتين وبيقعد هون. شو في شيء الحلو موجود هون ما بعرف. طول النهار نحن ستريس، يعني هذا حاطينه بس منظر، لازم نلاقي حل لهذا الموضوع. يا جماعه احكوا لنا شو ممكن نعمل حلول حتى انه نسكر هالثلاث درجات الموجوده هون، لاني هون شوفوا فراغ ما فينا اثبت هي هون، وادم دائما بيطلع لهون بيقعد هونيك، ما بحس انه في مكانه المفضل. ما ليش؟ ايش ممنوع؟ والله العظيم سبحان الله الاطفال بيعملوا قصص انه ما بتخطر على البال، يعني انه شو في شيء حلو هون، يعني نحن حاطين لك كل هي انه مشان ما تطلع لفوق وتوقع. بيجي بيقعد هون وبتضحك. باليوم بننزله 50,000 مرة، عاملنا ستريس. أنا وشهد بالبيت شغلتنا شو؟ إنه نراقب آدم ما يطلع لهون. ميرا أصلا ما حطينا لها هيك شيء. ما حطينا لها نو. بتعرف ليش؟ شوفوا آدم وميرا كثير مختلفين كشخصيات. ميرا كانت كأوزان كمان. ميرا ما شاء الله كانت يعني أسمى من آدم. طبوشة كثير. فما كانت تتحرك كثير، بس آدم ونسينا نخبركم يا جماعة، صار من يومين حادث مع آدم كان عم بيمشي وعم بيلعب، مو جديد عم بيمشي فمو متوازن 100%. فشكل يا حرام. وشو صار فيه؟ سنه انكسر. وكيف انكسر؟ يعني قدام عيوننا، يعني أنا وشاهد كنا قاعدين هون، أوكي؟ أنا هون وشاهد هون وآدم عم بيلعب هون، ماشي؟ قدامنا عم نتفرج عليه، فجأة تفشكل رجله وضرب هون تمه هون. Bye bye. Yes. Bye bye. Look what I have here. اوكي يا جماعه، هيك وصلنا معكم لنهايه فيديو اليوم. ان شاء الله بنشوفكم فيديو جاي. نحن بنحبكم كثير 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 كثير. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وكمان لا تنسوا تفضلوا الفيديو لايكات. بنشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. المره الجايه ما راح اطول عليكم وعد. يلا باي.